السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. في ليلة تاريخية توج نادي ريال مدريد بالخامسة عشر في تاريخه عن جدارة واستحقاق بهدفين دون رد أمام بروسيا دورتموند. خطورة بروسيا دورتموند تنحصر في الشوط الأول من عمر هذه المباراة، ولا أحد استغل الفرص السانحة للتسجيل بالطريقة الصحيحة والمطلوبة، ولكن اللقطة التي أثارت إعجاب الجماهير هي ما قام به النجم رامي بن سبعين رغم خسارة فريقه ورغم عدم مشاركته في هذه المباراة. حين سقط العلم الجزائري من يد أحد الجماهير الحاضرة والموجودة في المدرجات، اتجه إليه رامي بن سبعين وأخذه من على الأرض ورفعه عاليا اعتزازا وحبا لبلده، ثم أعطاه لصاحبه تحت تصفيقات الجماهير، مما جعل الجماهير الجزائرية المتواجدة في المدرجات تتفاعل معه بشكل إيجابي وتحييه على روحه الوطنية العالية.